مساء الخير عليكم، ورجعت لكم بحوار جديد من النرويج إلى مصر. زي ما وعدتكم الفيديو اللي فات ان انا هحاول ان انا ارجع زي الاول بفيديوهات كتيرة ان شاء الله. والنهاردة بصراحة راجعة اكلمكم عن حوار الصداقة، لان الصداقة مهمة جدا. يعني انا بصراحة اكتشفت ان الصداقة مهمة لما جيت النرويج. ممكن تكون في بلدك وانت عايش في بلدك الاصدقاء بتوعك بيبقوا انت واخدهم، يعني هما موجودين. يعني انت هتلاقي اصدقاء هنا او هتلاقي جيرانك اصدقائك او في المدرسة بتعمل اصدقاء. بس لما بتسافر وبتبقى في الغربة بيبقى صعب ان انت تعمل اصدقاء اوفياء. وساعات بتقابل ناس بتحس ان انت يعني هما ممكن يكونوا من دمك او من اهلك من غير ما يكونوا اهلك. فالناس دي يا جماعة، يعني أنا طالعة أقول لكم بجد والله العظيم، اللي عنده صديق في حياته وصديق فعلا مخلص. لأن كلمة صداقة دي كبيرة جدا جدا. آه مش كلمة سهلة. الصديق اللي ما يضربكش في ظهرك، الصديق اللي يقف جنبك، الصديق اللي ما يتكلمش عليك في ظهرك كلام وحش، الصديق اللي يقف وراك في كل حتة ايا كان المشكلة ايه، ايا كان اللي انت عايزه ايه، ايا كان انت عايزه في ايه. ده الصديق. فاي حد عنده في حياته صديق مخلص حافظ عليه. ساعات الصداقة بتبقى، يعني الاهل مهمين، بس ساعات الصداقة بتبقى اهم كمان من العيلة. يعني اللي عنده صديق في حياته ممكن، يعني انا مش عارفة اوصفه لكم ازاي بصراحة. بس انا لما جيت النرويج واشتغلت هنا في النرويج في اوتيل، قابلت ناس كتير، يعني قابلت جنسيات كتير قوي مختلفة، بس لقيت ان الجنسية الوحيدة اللي ماشية معايا هي الجنسية الإيرانية بصراحة. مش بتمشي مع كل الناس ومش كل الناس متفقين عليهم، بس انا بحبهم. ليه؟ لان انا بشوف فيهم ان هم ناس اقوياء. ناس عارفين هم عايزين ايه في الدنيا. الابرينج بتاعهم قوي، فمخليهم اقوياء. انا بقول كده مخصوص علشان انا قابلت لما اشتغلت هنا زي ما قلت لكم، قابلت واحده وبقينا اصدقاء قوي قوي قوي. صاحبتي هي للاسف كانت عايشه في نفس المدينه وسافرت من المدينه. بس النهارده انا طالعه اقول لكم ان مش بالديستنس، يعني مش بالقرابه. يعني ممكن يكون الصديق اللي انت بتقول عليه صديق ممكن يكون مش عايش جنبك ومش عايش في نفس البلد، وانتوا لسه يعني وقت ما بتحتاجوا بتلاقيه. فانا صديقتي للاسف مشيت من البلد. هي كانت قاعده في نفس البلد اللي انا فيها وتعرفنا على بعض في البلد اللي انا عايشه فيها، بس هي مشيت من البلد علشان حكم شغلها، واضطرت الاول تنقل للعاصمه. وكنا بنشوف بعض وبنقابل بعض لما كنت بروح العاصمه كنت بتصل بيها وكنا بنتقابل وكنا بنتغدى مع بعض وكنا بنقضي اليوم مع بعض. بس للأسف الشديد ان هي مشيت من البلد كلها. بس دي واحدة من الناس. يعني انا طالعة احكي لكم النهاردة قصة لان انا كنت جاية من مصر للنرويج، يعني مش ضعيفة، يعني ما اقدرش اقول كده، بس قلبي كان ضعيف. مش انا اللي ضعيفة، بس قلبي اللي ضعيف للأسف. وفي ناس كتير قوي 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 زيي قلبهم بيبقى ضعيف، ما بيستحملوش يعني اي حاجة بتأثر فيهم. وانا فعلا من الناس دي حقيقي. ما كنتش اتمنى ان انا اكون من الناس دي، لان الناس اللي قلبهم ضعيف بيتأثروا بأي حاجة. يعني بيتأثروا بالحقيقة وبيتأثروا بأنه يكون الحقيقة أو اللي بيحصل ده فيك. فدي مش حاجة كويسة. أنا كنت أتمنى أن أنا أطلع من الناس اللي قلبهم قوي. المهم، أنا طالعة النهاردة عشان أحكي لكم عليها، عشان أقول لكم أن هي بصراحة يعني هي اللي قوتني. آه علمتني حاجات كتير جدا جدا جدا. طبعا انا مش هقدر اقول امثله، بس انا لما كنت باجي ومثلا احكي لها حاجه، انا مثلا عندي مشكله في البيت او عندي مشكله في اي حته، يعني انت في ظهرك كميه، يعني حد بيزقك بطريقه مستحيل هقدر اوصف لكم هي قد ايه. وكانت كمان من الناس ان انا يعني في الغربه وجنسيه مختلفه،
ولو في أي حاجة حصلت أو أي مشكلة عندي أو أي حاجة باروح أخبّط على الباب والاقيها بتفتح. طبعًا للأسف إن أنا ما لقيتش حد زيّها بعد ما هي مشيت من النرويج، لإن هي نقلت من النرويج من حوالي 3، 4 سنين لأمريكا. إحنا لسه على اتصال، ولمّا باحتاجها بالاقيها وباتصل بيها، وهي كمان لمّا بتحتاجني بتتصل بيّا وبتلاقيني. بس طبعًا وجودها في نفس البلد كان مسهِّل عليّا حاجات كتير. وبما إن أنا كنت محتاجاها اليومين دول، وكنت نِفْسي إن هي تكون موجودة هنا، وفي الفترة اللي فاتت كمان كنت محتاجاها، بس الفترة دي محتاجاها أكتر. طلعت إن أنا أعمل لكم فيديو النهارده وأقول لكم على الصداقة الحقيقية، بجد. أنا مش عايزة أقول إن أنا ما لقيتهاش في مصر أو ما لقيتهاش في بلدي، لإن أنا ليّا أصدقاء في مصر وهيزعلوا لو شافوا الفيديو ده. فأنا ليّا أصدقاء في مصر حلوين جدًا، وبرضه يعني في ضهري لو احتجتهم. بس أنا باتكلم بما إن أنا مشيت من مصر من زمان، ومش بانزل مصر كتير يعني. فدايمًا بتبقى محتاج حد قريب منك هنا، بس للأسف حتى صديقتي دي مشيت من هنا. ومن ساعة ما مشيت ما لقيتش حد زيها بصراحة، يعني ما لقيتش حد أرتاح له زيها في الراحة النفسية. يعني أنا لمّا كنت باخش بيتها أو لمّا كانت بتعزمني عندها كنت باحس فعلًا، فعلًا إن أنا في بيت أختي، حقيقي. ومن ساعة ما هي مشيت عمري ما حسيت الإحساس ده تاني بعد ما هي مشيت. فيا جماعة أي حد، والله العظيم في حاجات في نِعَم كتير جدًا في حياتنا إحنا مش بنحس بيها في كل يوم. فلو حد عنده دي نعمة من النعمة اللي ربنا بينعم علينا بيها، إن أنت تلاقي حد صديق بيحبك أو بيقف في ضهرك أو بيشجعك أو حاجات كتير. فأي حد في حياته الشخص ده حافظ عليه بجد. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، واستنوني في فيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر.